بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول ليه مرحبا بك واشترك معايا وفعل زر الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل ما هو جديد. مرحبا بالمتتبعات الغاليات اللي دائما معايا في القناة، ومرحبا بالمتتبعات اللي يلاه التحقوا بيا. كنقول لكم مرحبا بكم ونتمنى ان شاء الله تستافدوا معايا في الفيديوهات اللي كنزل. اليوم في هذا الفيديو درت معكم قفيطنات اللي خدمت مؤخرا، بغيت نشاركهم معكم. هنا كما كتشوفوا القفيطن الاول فهو في الخضر الملكي، ودخلت فيه هاد اللوينات جاو فيه زوينين بزاف. داخل فيه الغوز بيبي، داخل فيه الغوز انديان والموف والخضر، ديكغادي ديال اللون ديال الثوب. وداخل فيه السقلي في البرونز. هاد السقلي هذا كيتواتى تقريبا مع جميع الالوان، كاملين الالوان كيجي معاهم هذا اللون هذا. ماشي داك البرونز اللي كيكون مغلوق، هذا البرونز ديالو زوين. كيكون عاطي شويه الصفوره وفي نفس الوقت عاطي البرونز. كيتواتى تقريبا مع جميع الالوان، كيعجبني نخدم به. بالنسبه اللي ما كيبغيوش السقلي صفر، فهذا كيبقى البديل ديالو، كيكون اللون ديالو كيجي زوين بزاف. هاد الرشيمه هادي سبق ليا وخدمتها في القناه، ممكن ترجعوا الفيديو اللي فيه التطبيق ديالها. رشيمه غزاله وكما كتشوفوا الطرز عامر مبومبي، يعني مخدوم. الطرز كيبان لك مبومبي، طالع من الثوب، يعني باين. واهم حاجه هو الطرز ما كيكونش مكمش، يعني التكماش ما كاينش في الثوب. وكي كنقول لكم يعني الطرز كيكون مبومبي. هذا موديل اخر كما كتشوفوا حتى هو قفيطن مخدوم بالمسوس. هاد الرشيمه حتى هي ولا هاد الطريقه باش خدمته ولا الطريقه باش خدمته تلقاوها عندي حتى هي في القناه. تقريبا كاع هاد الرشامي هادو اللي دابا كنوريكم التطبيق ديالهم فسبق ليا ونزلتهم في القناه، بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يشوفوا التطبيق ديالهم كيفاش نو داير. هنايا مع التصوير ومع الاضاءات تبدلوا الالوان تماما. فهاد الغوزانديان ولا كيبان بحال الاحمر. الصراحه في الالوان مباشره كيبانوا احسن من التصوير بزاف بزاف. هذه نفس الرشمه غير هنايا مخدومه بالموف ومخدومه بالوينات اخرين، وفي هذاك القفيط اللي سبق مخدومه بلوين اخر. هنايا هذا قفيطن في الموطاد كما كتشوفوا. ودخلت معاه حتى هو لوينات بزاف. هاد النوع ديال هاد الرشامي كيبغي يتخدم باللوان باش ما دخلوا فيهم اللوان بزاف. باش ما كتبان الرشمه اكثر لوينات وكيدخل السقلي. يعني كيبينوا الرشمه اكثر. هنا شوفوا معايا الطريقه ديال الطرز كيفاش نو دايره. الطرز كي قلت لكم ما فيهش تكماش نهائيا، والتشنيف حتى هو مخدوم، يعني مخدوم على حقه، طريقه مفيني مزيان مزيان مزيان. الطرز كيجي مبومبي. واهم حاجه اهم حاجه هي التكماش ما يكونش في الطرز، يعني اخيب حاجه واخا كتكون الرشمه زوينه وتكون ويكونوا فيها اللوينات زوينين، ولكن من تيكون التكماش في الثوب كيعيب لينا الخدمه الصراحه. هنايا نفس الرشمه اللي كاينه في الموطاد هي هذه اللي مخدومه في الكحل. كما كتشوفوا من لون لون كتبدل الرشمه تماما، يعني كل لون سبحان الله كيفاش كيبان كتختلف الرشمه تماما من لون للون. وكيبقى الكحل كيبقى الاسود هو سيد الالوان، كيجيو فيه الالوان كاملين بهم كيجيو فيه زوينين. وهاد الالوان بالخصوص هادو كما كتشوفوا هنايا البيج والبوردو وهذاك بحال لو فيغ كانار، هو ما خضر ما زرق، يعني واحد اللوين فيه زوين بزاف. والبرونز هذاك اللي سبق ليا قلت لكم اللي هو البرونز، ما ماشي داك البرونز المغلوق. هنا هذا كما كتشوفوا هذا اللوين حتى هو تبدل مع التصوير تماما. يعني هو اللون ديالو في شكل، ولكن مع التصوير ومع الاضاءه فضروري كتبدل اللوينات. هذا الرشمه حتى هي سبق لي وخدمتها معكم في القناه، ممكن ترجعوا تشوفوا الطريقه باش تخدمات. واللوينات الصراحه خرجوا اللون. اللوينات خرجوا اللون وبان بان زوين. ونفس الرشمه هي هذه نيت، هي هذه الرشمه اللي في هنايا خدمتها في المسكي، يعني المسكي اولا بلون كاسي البلون كاسي ولا المسكي.
كيجيو في هاد اللوينات كيجي حتى هو زوين بزاف بزاف بزاف. واغلبيه الناس عجبهم هاد اللون هذا اللي هو بلون كاسي، وداخلين فيه هاد اللوينات هادو الغوز شويبي صقلي، جاو مع هاد اللوينات ولا تواتاو مع هاد اللوينات بشكل رائع. وهنايا الشكل ديال القفيطنات من بعد ما جمعتهم كاملين باش نصيفطهم ليهم ان شاء الله. حيت كتعرفوا مع امانه ضروري كيخص يتغلفوا بالبلاستيك، مع كيكون الكرتون اللي يفسقوا بشي حاجه، ولا عرفتي كتكون السلعه كتكون مخلطه. اللهم كنديروا البلاستيك هو الاول باش الامانه ديالنا كتمشي وكتوصل ان شاء الله لماليها كما بغاوها ان شاء الله يا ربي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ديروا لي جيم، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك مرحبا به. وشكرا بزاف، شكرا لتعاليقكم الزوينه، وشكرا لدعواتكم، وشكرا لتشجيعكم. الكلام ديالكم الطيب هو اللي كيعطينا دفعه ان احنا نزيدوا مازال لقدام ونعطيوكم المزيد والمزيد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.